بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ده سهم القابضة الكويتية بالجنيه. السهم ده النهاردة حصل فيه هبوط عنيف. يعني كان فيه رمي النهاردة في السهم ده، لكن أنا بإذن الله كنت أنا حاطط أوامر شراء في السهم ده واشتريت في النهاردة. السهم ده هنفصل فيه. فحاليا الهبوط العنيف ده هو ده موجة 4. ده بنتكلم عن موجة 4 تجيلك زي كده، تكون السهم بيصعد في أمان الله، فجأة تلاقي السهم كده رمى وهبط لك هبوط عنيف. تمام. السهم ده لسه عنده لسه صعود تاني، لسه كده ما خلصش صعود. كل اللي عمله النهاردة دي حاجة اسمها الموجة 4. السهم بيعمل معانا موجات دفعة حلوة خالص كسهم استثماري، لسه بدري عليه. شغال يعمل موجة 1 و2 و3 و4 و5. كل دي موجات دفعة، وإن شاء الله فيما بعد السهم ده هيشوف صعود كبير. حاليا سعر شراء كويس جدا. اللي عايز يشتري السهم ده ممكن يشتريه من بداية من الأسبوع اللي جاي. لو عمل لك أي هبوط تبدأ تشتري فيه، مفيش فيه أي خوف، مفيش فيه أي مشكلة. أنا عايز أشوف بس الفيبوناتشي فين. نبص كده معانا. دي الموجة 3، حاليا بيصحح الموجة رقم 3. كل ده تصحيح الموجة 3. هنبص هنا السهم عمل لينا فين. يعني أنا بالنسبة ليا كنت حاطط أوامر شراء عند اللي هو عند 33 7 و80، اللي هي 50% فيبوناتشي. السهم طبعا مع الرمي العنيف كسر المنطقة دي. تمام. وارد السهم ينزل لينا عند 61 فيبوناتشي، هتبقى فرصة ذهبية للشراء. السهم ده خلال الأسابيع الجاية لسه في صعود تاني، محدش يخاف منه، محدش يقلق منه. السهم ده السعر اللي ممكن الأسبوع اللي جاي ينزل ليه أهو 33. وممكن منزلش، ممكن يبدأ الصعود من هنا. يعني عشان كده أنا بضمن أشتري جزء عند 50%، نزل أكتر أشتري جزء عند 33. أشتري ما بينهم، ما عنديش أي مشكلة. طول ما أنا عارف السهم لسه في صعود تاني، فأنا ميفرقش معايا أشتري زي ما أشتري، مفيش أي مشكلة. يعني أنا دايما أشتري 50%، نزل أكتر يبقى خير وبركة، بتشتري تاني. فإن شاء الله السهم ده لسه عنده صعود. فالسهم إن شاء الله يعني شراء في الأماكن دي أهي. السعر الحالي لو نزل برضو 33 52 قرش، فأماكن شراء ممتازة للسعر ده. تمام. السهم برضو هنشوف هو ممكن يروح معانا لفين. لو احتسبنا كده ان دي الموجة رقم 1. بصوا كده يا اخوانا ان دايما الموجة 3 اهي جات لنا فين، عند 161 فيبوناتشي. خلي بالكم الفيبوناتشي ده مهم جدا يعني. كمان مش كل الفيبوناتشي بيترسم صح. الفيبوناتشي ده بيبقى مرسوم دايما على بداية الموجة ونهاية الموجة. يعني في ناس بترسم فيبوناتشي عند أي قمة وقع كده بينهم، قمة وقع فيديها 1 فيبوناتشي وخلاص على كده. لا، الفيبوناتشي ده بيمشي دايما مع الموجات. يعني الفيبوناتشي ده مش أي قمة وقع كده تلاقيهم عندك تروح راسم عليهم فيبوناتشي لا. دايما الموجات هي اللي بتحترم فيبوناتشي. فهو السهم حاليا تمام. لو انت اشتريته الاسبوع اللي جاي ممكن عايز تاخده كتريدات مثلا، تمام مفيش مشكلة. عايز بعد كده تبيعه بقى ممكن نروح لك فين اهو، ممكن نروح لك عند 261 فيبوناتشي، اللي هي تقريبا عند 36 90 قرش. دي ممكن اهداف السهم يعني، او ممكن قبلها بشوية بعدها. يعني ممكن يجي مثلا عند القمة دي مفيش مشكلة، تبدأ تبيع مثلا جزء هنا عند 36، الجزء التاني عند 36 90. ده لو انت عايز تعمل يعني زي تريدات او حاجات سريعة. اما كاستثمار وكده فالسهم حتى الآن ماشي
كويس، ماشي في موجات صاعدة. فكاستثمار على المدى الطويل هيعمل صعود كويس، صعود محترم. بالنسبة كسهم استثماري يعتبر سهم مليان كويس.